انتوا عارفين الدبان اللي احنا قرفانين منه في عيشتنا ده وكارهينه وعايزين نتخلص منه بأي شكل، لو اختفى من الوجود ايه اللي هيحصل؟ أقول لكم أنا ايه اللي هيحصل. في أكتر من 11,000 نوع من النباتات بتعتمد في عملية التكاثر بتاعتها والتلقيح على الدبان بشكل أساسي. طبعا لو اختفى الدبان النباتات دي هتبقى معرضة للانقراض. وطبعا النباتات دي لو انقرضت في أكتر من 8000 نوع من الحيوانات والطيور وضيف عليهم الإنسان بيتغذوا على النباتات ديت، وبالتالي الحيوانات ديت والطيور ديت والإنسان طبعا هيبقى عندهم نقص كبير جدا في الغذاء، وهتحصل أزمة غذاء عالمية ويحصل خلل في التوازن البيئي. مش بس كده، الدبان ده بقى يا سيدي هو المسؤول عن تحليل الجثث. طبعا لما البني آدم بيندفن أو أي حيوان أو طائر أو حاجة بتموت، الدبان ده هو المسؤول عن التحليل. ليه بقى؟ بيحط البويضات بتاعته داخل مسام الجسم بتاعت الإنسان أو الحيوان الميت، وده اللي بيسبب في إن هو يبقى فيه ديدان. الديدان دي بتاكل الجثث. طب لو الجثث دي ما اتاكلتش وفضلت على حالها كده، مثلا لو الانسان اللي بنتشنه ده بيفضل زي ما هو كده، هنودي الجثث فين؟ كان زمان اصلا باطن الارض ده اتملى جثث، مش عارفين نودي الجثث فين. ده غير الامراض طبعا اللي هتنتشر من وجود الجثث دي سليمه زي ما هي كده بدون ان تتحلل. غير كده بقى ان الدبان اللي بيتلم على الزباله ده هو مش بيتلم بس عشان ياكل، ده في حكمه تانية اكبر من انه ياكل الزباله دي. لا، ده هو وجوده على الزباله دي بيخليها تتفسخ، ولما تتفسخ لو ما اتفسختش الزباله وفضلت بحالتها هيتكون فيروسات، والفيروسات دي هتسبب في امراض قاتله للإنسان وللحيوان وللطيور. يعني الدبان اللي مش عاجبنا ده لو اختفى هتحصل مجاعات وهتنتشر أمراض ويحصل خلل كبير جدا في التوازن البيئي.